السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم بفيديو جديد. طبعا يا حضرات قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا عايزين كل الناس تنزل تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصل حضراتكم أول بأول. لكن النهارده معانا فيديو جميل جدا هنعرضه عليكم، هنشوف فيها غير. النهارده معانا مصر يا بسوني. طبعا لما نزل المغرب شاف التطور المغربي يا بسوني. حاجه كده يعني زي ما بقول لك عقله ذهب كده من شاف. يعني مش قادر يوصف الجمال اللي شاف به صوره المغرب. ليه بقى يا داليا؟ من التطور بقى المغربي يا بسوني. برضه ليه؟ يعني البنيه تحتيه. اولا يا داليا لما احنا كمصريين عايشين هنا في مصر، طبعا كل واحد يتمنى الدوله بتاعته تكون احسن دوله في العالم. اكيد ماشي، ده حاجه أكيد كلنا أكيد متفقين عليها. اكيد. انما لما انت تكون معتقد ان انت احسن دوله عربيه وتنزل بقى وتيجي تنزل مثلا المغرب، ماشي، تيجي تتفاجئ بالمغرب طرق، كباري، كل معمار، البنيه التحتيه متطوره ومتقدمه، حاجات اصلا غريبه انت يمكن ما شفتهاش قبل كده. فطبعا لازم يكون هنا في صبر. انت عارف يا بسوني اللي الراجل اتجنن لما نزل المغرب وشاف. انت عارف يا بسوني اللي بيميز المغرب عن بقيه الدول ان كل مدينه في المغرب، يعني احنا عندنا محافظات لكن هناك في المغرب مدن، كل مدينه في المغرب بتعتبر عاصمه يا بسوني. تمام. يعني دي اللي بيميز المغرب عن يعني احنا عندنا العاصمه بتاعتنا الام اللي هي القاهره، اللي هي مصر. القاهره. هم بقى عندهم كل مدينه عاصمه لنفسها. وخلي بالك بتمتاز بحاجه، بتبقى متميزه بحاجه، وبتبقى مشهوره بحاجه، مدينه للصناعه، مدينه للتجاره، مدينه للزراعه، زي عندنا في بعض المحافظات. وخلي بالك يا دالا لما تيجي تتكلمي اصلا على المغرب ككل اصلا، لا المغرب مختلفة. يعني كده إن جيت تتكلمي على المدن هتلاقي المدن مختلفة، التطور، التقدم، المناظر الطبيعية، السياحة. لا بأمانة المغرب الأيام ديت في مكان تاني. ربنا طبعا يبارك ويزيد، ماشي، بس أي حد بينزل المغرب هو ده اللي بيحصل بتصدق. فطبعا يا جماعة عشان ما نطولش عليكم مقدمة الفيديو، تعالوا ندخل مع بعض نشوف المصري دوت لما نزل المغرب عمل ايه، ونسيب الحكم لحضراتكم. بس يا ريت يا جماعة الكل يشاركنا برأيه على الفيديو، ما تنسوش تدعمونا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد. ثالث يوم ليا في المغرب، واليوم نروحوا نحضروا العرس مغربي 100%. فروحوا نحضروا كيف العرس، وانا اول مره في حياتي نحضر عرس مغربي. وللعلم هذا عرس تاع العائله، لا فامي، يعني رانا عائله واحده. فلاول مره نحضر اعراس المغاربه. فروحوا تشوفوا بيان سور ما صورتش كاين بزاف امور خصوصيه ما صورتهاش، ولكن صورت لكم التغطيه العامه. فروحوا تشوفوا. عجبني هكا الجهاز تاع العروسه، الذهب، كيفاش حطوه في الصاله، كيفاش لبس لها كلشي في الصاله. وفريمون كان عرس توب دو توب ما شاء الله، كان كلشي فخم فوق الفخامه. كي نقول لكم فخم قليل عليه، فهنا نقدروا نقولوا له فوق الفخامه الصراحه. لا من الاجواء، لا من الغنى، لا من الحلويات، لا من الماكله، لا من الدي جي، لا من الاغاني، لا من كل حاجه. وهذه هي الحلوه المغربيه التقليديه ديالهم. فصورت لكم. داروا العشاء بيان سور، داروا كل شيء العشيه. فللعلم انه المغاربه حسب ما قالوا لي انه يديروا عراسهم في الليل، يعني يبدا العرس في لاسواغي حتى ل6 تاع الصباح. ففريمون عراسهم شابه بزاف، لا بليبار يديروا في الليل. بصح حنا ما درناش حتى للصباح، كنا مدقدقين، فكلنا جايين من اوروبا، كلنا جايين، فدرنا حتى ل 12 الوحده تاع الليل. بصح كان عرس مانيفيك فوق الفخامه كما قلت لكم. لا من العصائر، لا من التخيتور، لا من كل حاجه. حتى التخيتور كان ما شاء الله الماكله تاعو دوك تشوفوا داروا البسطيله تاع الحوت والمعمره بالحوت لداخل، بالكروفات، الكالامار، انواع كاع تاع الاسماك، حتى الكباش اللي داروهم اللحم تاني بزاف بنين. المهم الماكله تذوب في الفم، ما عنديش تعليق عليها الصراحه، ولا الغناء ولا اي حاجه. حتى هادو لي سالي ديروهم كيما احنا لي زالجيريان نديروا لي سالي. وهذه هي البسطيله المغربيه، دايرين فيها الحوت، داروها بالحوت. فهم يديروها زوج انواع، بالدجاج وبالحوت، ولكن في العراس وهكا يديروها بالحوت بزاف تجي بنينه. فما نحكي لكمش واش طحت واش ردحت برد قلبي. فبيان سور كي داروا لي غنى تاع الراي، غنى الجيريان، انا اللي كنت حاضره فيه. بصح حتى الاغاني المغربيه واش طحت عليها تاني، مالغري كو ما نعرفش نشطح مغربي بزاف، بصح ندخل روحي وسعي. فالماكله كانت بنينه، والكيك داروا جيلاتو، داروا ايس كريم. المهم كانت اجواء شابه. وقولوا لي واش رايكم في تغطيه العرس. ما تنسوش اللايك. تشاو. الفيديو ده بس يا جماعه عشان اوريكم الكرم الحاتمي بتاع اهل المغرب، كرم غير عادي، حاجه لا توصف الصراحه. تعالوا بوريكم.
مأكولات بحرية، سلطات مغربية، حاجة حلوة خالص، حاجة لذيذة جدا. يا هل ترى ماذا بالداخل؟ اللي فات ده كان مقبلات والجمبري، دلوقتي بقى ده خروف، ربع خروف. الكرم المغربي ليس له مثيل. يعني تخيلوا بعد ما خلصنا الجمبري والخروف جايبين لنا ده بقى كمان، يعني على اساس ان انت فاضل مكتوب في بطنك. ده اللي هو وات از ذس؟ صوص؟ صوص لوز. وبعد ما الاكل الكتير ده كله جابوا لنا طبق الفاكهه كمان. الحريرة، شوربة الحريرة. Oh, very heavy, yeah? Oh. طاجين سمك، هذا طاجين سمك رائع. سلام. Oh my God! Open! 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 Wow! مفاجأة دي فتة فتة فتة. اوه بنادى.
ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه دي بقى يا ريس؟ ايه؟ وات از ذس؟ نكتشف. تحية للناس الأهل وحبكم تحية لمصر. مرحبا تحية تونس تحية تونس تحية للأهلاوية. احنا سعداء. والجيل الجديد. يس كيف سمايلك عشان تتفيدوا. مجموعة الفردوس برئاسة الشيخ حسن لولاهم مكان المؤتمر طلع بهذا الشكل الجميل. احنا في اليومين دولت زدنا بتاع 20 كيلو. مهما شكرناكم مش هنقدر نوفي حقكم علينا. ربنا يكرمكم ويسعدكم. شكرا لكم جميعا. ان شاء الله لما تيجوا مصر بقى هنعمل معاكم احلى واجب. طبعا يا جماعه احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.